سلام، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ومرحبا بكم في فيديو جديد ووصفه جديده. اليوم غادي نحضر معكم بيتزا اللي كتجي لذيذه بزاف، كتجي رقيقه. بالنسبه للباط او العجين كيجي رقيق وهشيش، وفي نفس الوقت فيه فقاعات اللي كيدل على ان العجين ناجح 100%. كنتمنى الى عجبتكم الوصفه تخليو لي لايك وتشتركوا في القناه بطبيعه الحال الى عجبكم المحتوى. غادي نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. كأول مرحلة غادي نبدا بالعجين. غادي نحتاج بالنسبة للمقادير واحد 6 ديال الكيسان ديال الدقيق هنا عندي الفورس اولا دقيق الابيض. غنضيف عليه معلقة صغيرة ديال الخميرة ديال الخبز، كذلك غادي نضيف واحد المعلقة صغيرة ديال السكر سنيدة، ممكن تبدلوها بالعسل. غادي نضيف كذلك معلقة صغيرة ديال الملحة ونص كاس ديال الزيت البلدية اولا الزيت الزيتون. صافي غادي نبدا نجمع هكا العجين ديالي بالماء اللي يكون دافي. غادي نجمعو مزيان وما نحتاجش ندلكو، فقط غير نجمع العجين. من بعد ما غادي نجمع العجين غادي نغطيه بالبلاستيك غذائي، وغادي نغطيه كذلك بواحد المنديل اللي يكون نقي ونخليه يبات ليله كامله. هنا الا بغيتو الباط ديالكم تجي هشيشه ورطبه وفي نفس الوقت يعني الباط ديال البيتزا كتجي زوينه بزاف، هو انكم تخليو العجين ديالكم يبات ليله كامله. يعني كل ما بقى مده طويله كل ما كانت العجين ناجحه 100%. هنا هذه هي العجين من بعد ما باتت. شوفوا كيفاش كتعطينا هذاك الخيوط، هذاك الخيوط كيدل على ان العجين ناجح 100%. هنا غادي نشكل الكرات بالعجين ديالي. عندي هنايا 3 ديال الكرات، يعني المقادير اللي عطيتكم هي صالحه لثلاثه ديال البيتزات، الحجم اللي هو كبير. صافي من بعد ما شكلت 3 ديال الكرات غادي نخليهم يختمروا المره الثانيه. غنخليهم واحد المده ديال 2 سوايع يختمروا مزيان. غادي تشوفوا كيفاش غادي تضاعف الحجم ديالهم. غنغطيهم بالبلاستيك غطائي ونخليهم يختمروا. كيكونوا هادو هما الكرات من بعد ما اختمروا. كما كتشوفوا ضعف الحجم ديالهم، متخافوش نهائيا. كل ما تعطلتوا على العجين وخليتوه مده طويله يختمر كل ما كانت النتيجه احسن. هنا باش نشكلوا الكرات ديالنا خصنا ضروري نحافظوا على داك الهواء اللي كيكون لداخل في الكرات. يعني بالنسبه للطريقه الاولى اللي غادي نشارك معاكم، خص ضروري تكونوا محافظين على داك الهواء اللي كيبقى في الكره. يعني هنايا كما كشفتوا هزيتها بواحد الطريقه اللي تبقى هكا يعني منتفخه، وغادي نبدا نطلق هاد العجين او هاد الكره بالسميد او لا الفينو، السميد الرقيق. كما قلت لكم هنايا انا شكلتها بالسميده، جات رائعه بزاف. يعني الطريقه ديال المطاعم والطريقه اللي هي كتجي البيتزا متميزه وزوينه هو بالسميده. صافي كنطلقها بهذه الطريقه، كنبقى نضغط بالاصابع ديالي غير في الوسط والجوانب، يعني يبقاو هكا منتفخين باش كيبقى داك الهواء فيهم، وكتجي يعني هكا مفشفشه وفيها الفقاعات من الداخل. صافي من بعد ما شكلتها كنديرها في الطاوه اللي غادي نوضعها في الفران، وكنزيدها كنطلقها السمك اللي بغيت. من الاحسن تكون انها رقيقه يعني بزاف، لان مازال غادي تنتفق لينا في الفران. وإلا كانت البيتزا غليظه راه ما كتجيش نهائيا زوينه لا في الشكل ولا في المذاق.
هنا أول حاجة كنبدا نوضع لاصوص كما كتعرفوا، يعني البيتزا ضروري توضعوا لاصوص هي الأولى. لاصوص ديجا شاركت معاكم الطريقة اللي كتجي وصفة زوينة ولذيذة وكتبقى معاكم مدة طويلة. غادي نخلي لكم ليان ديال الفيديو ديال هاد لاصوص في صندوق الوصف. صافي غادي نوضع من بعد هاد لاصوص، غادي نوضع الفرماج موتزاريلا اللي مخلط عندي مع الفرماج الأحمر. كما كتعرفوا موتزاريلا راه ما كيكونش فيها المذاق، كتكون يعني غير الشكل ديالها اللي كيعطي هكا داك التشبيده. حنا كنزيدوا عليها يعني مسألة اختيارية، الا بغيتو تزيدوا عليها اي نوع ديال الفرماج باش كتعطي ديك البنه وصافي. درت هنايا شامبينيون اللي شحرته من قبل مع شويه ديال الابزار، ما درتش الملحه. كما كتعرفوا كاع المكونات الفرماج مالح، يعني ما نحتاجش ندير الملحه حتى للشامبينيون، فقط شحرته غير في الزبده مع شويه ديال الفلفل الاسود. ضفت كذلك البورو اللي مقطع هكا قطع صغيره، وضفت كذلك الفلفله. عندي هنايا الفلفله الحمراء مع الفلفله الخضراء اللي مقطعين مكعبات اللي هما صغارين. وممكن ديروا اي اضافات، يعني المساله كتبقى اختياريه، كديروا داكشي اللي متوفر عندكم وداكشي اللي كيعجبكم. ضفت كذلك الزيتون كحل اللي مقطع هكا دوائر. ومن الفوق غادي ندير الطون. ممكن تبدلوه بالقطع ديال الدجاج، كما ممكن ديروا الكفته، يعني مساله اختياريه كما قلت لكم. في هذه المرحله كنكون ديجا شعلت الفران على اعلى درجه حراره، ويكون شاعل من الفوق والتحت يسخن لي مزيان. اللحظه اللي غادي نوضع البيتزا في الفران غادي نطفي الفوق، يعني العافيه من الفوق، ونخلي غير العافيه من التحت ديال البيتزا. يكون كما قلت لكم الفران يكون سخون مزيان باش هكا ما كتحتاجش لينا مده طويله ديال الطياب، وفي نفس الوقت ما تقرمش لينا اكثر من القياس وتجينا قاصحه. يعني البيتزا دغيا كطيب ما كتفوتش 5 دقائق كتكون طايبه، وباش كنحافظوا على داك الطراوه من الداخل ديال البيتزا. هنا غادي ندوز للبيتزا الثانيه اللي قديتها اولا طلقتها بالدقيق الفورس. يعني درت لكم جوج طرق. الطريقه الاولى اللي كتخليو الجوانب اللي منفوخه، والطريقه الثانيه اللي كتجي كلها رقيقه، كتجي رقيقه بزاف حتى هي كتجي رائعه. ولكن انا كنفضل الطريقه ديال السميده حسن ديال الفورس، كتجي لذيذه بزاف. من بعد ما طلقت العجين غادي نعمرها بنفس الطريقه ديال البيتزا الاولى، يعني غادي نبقى غادا على نفس الخطوات ديال البيتزا الاولى. غادي نوضعها كذلك في الفران اللي يكون على اعلى درجه حراره. غادي نخليكم حتى نشوفوا النتيجه النهائيه ديال البيتزا اللي حضرنا اليوم.
وكتكون هذه هي النتيجة النهائية ديال البيتزا. كنتمنى تعجبكم النتيجة النهائية وتجربوها كذلك. يعني تحترموا فقط المقادير والطريقة، وإن شاء الله غادي تكون النتيجة رائعة واللي غادي ترضيكم. كنتمنى تجربوها وتخليوا لي لايك بطبيعة الحال إلا عجبكم الفيديو، وإلا عجبكم المحتوى ديال القناة تشتركوا وتفعلوا زر الجرس باش هكا يوصلكم أي جديد حطيته على القناة. غادي نخليكم حتى الفيديو الجاي إن شاء الله. بسلامة.